معقولة الجمال ده كله بربع كيلو لحمة مفرومة؟ تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله واقول لكم عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة عندي طاسة على النار، نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة، هنزل عليها بورقتين من الورق اللورة. لو عندك ليا ضاني انزلي بحته بالطريقه دي، مش عندك استغني عنها عادي. بس كده بسيب السمنه معايا لحد لما تسخن كويس قوي. وهنا عندي بصلايه كبيره فرماها ناعم، ممكن تبشريها على المبشره. نزلنا بيها وعلى نار عاليه هبدا اشوح البصله لحد لما تدبل معايا وتاخد اللون الذهبي. اول ما بتوصل للمرحله دي او للدرجه دي على طول بنبدا ننزل عليها بربع كيلو من اللحمه المفرومه على نار عالية. ببدأ أشوح اللحمة معايا لحد لما لونها يغير طبعا بالطريقة دي. النهاردة هنعمل أكلة، طبعا الشتاء بيحب الأكل، فأنا النهاردة هنعمل أكلة مشبعة ومغذية وطعمها حلو قوي وسهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص وخفيفة جدا على المعدة. طبعا شوحت اللحمة كويس قوي وبعد كده نزلت عليها بفلفل اسود، كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة من القرفة، ونزلنا بمعلقة صغيرة مليانة من الملح، وممكن تنزلي بشطة ونعناع ناشف لو حابة ومتوفر عندك. طبعا هبدأ أشوحهم كده مع التوابل. وبعد كده هنا عندي 5 طماطمات كبار ضرباهم مع 3 كوبايات من المية، فرمتهم ناعم قوي في الخلاط ونزلت بيهم على اللحمة. عندي هنا مكعب مرقة هسيبهم دلوقتي على نار عالية يغلوا، عايزينهم يغلوا بس مش يتسبكوا معايا، أهم حاجة تظبطي الملح. عندي هنا كيلو من البطاطس وكيلو من الكوسة، قطعتهم بالطريقة دي الحجم وسط طبعا، ولا هي سميكة أو ولا هي رقيقة قوي. طبعا أنا مقطعاها بالقطاعة بتاعة المخلل عشان كده مديالها شكل. هبدأ أنزل بيهم طبعا في الطاجن بتاعنا. وهنا طبعا كان اللحمة معانا بالطماطم غلت، فهنبدأ على طول ننزل بيها. شايفين الجمال؟ والله العظيم الأكلة طعمها حلو قوي ومشبعة بطريقة غريبة. ممكن طبعا تعملي تعصاج اللحمة وكب عليها الطماطم في الحلة وعلى طول تبدأي تنزلي بالكوسة والبطاطس عليها وتسويها على البوتاجاز من فوق. أنا زودت المية. ليه زودت المية؟ عشان لازم نغطي الخضار عشان يستوي حلو قوي. الفرن عندي شغال على أعلى درجة حرارة، سخن جدا. هندخلها على الأرضية شغال عليها من تحت على أعلى درجة حرارة لحد لما الخضار يستوي معانا تماما. على طول بنبدأ نخرجها من الفرن. شايفين شكلها لوحده يشهي النفس على الأكل. طبعا أنا عاملة جنبها حبة رز بالشعرية زي ما انتوا شايفين بيتقدم جنبهم، طعمها حلو قوي مشبعة بطريقة غريبة. الكوسة مفيدة والبطاطس حلوة قوي، فيها لحمة مفرومة وحبة رز. فاتمنى بجد فيديو النهاردة ينال اعجابكم وتجربوا الوصفة بنفس طريقتي. شايفين الخضار مستوي حلو قوي. لو حسيت ان هي الصينية نشفت منك في الفرن والخضار لسه مستواش، زوديها كوباية مية مغلية هتكمل تسويتها. فيا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله.